السلام عليكم. هنشرح النهارده ان شاء الله ماشين 2. احنا عندنا 3 انواع من الماشين: الدي سي ماشين والسينكرونس ماشين والاندكشن ماشين. احنا كنا درسنا قبل كده الدي سي ماشين والسينكرونس. ان شاء الله النهارده هناخد الاندكشن ماشين، وعندنا كل نوع فيهم كان ليه فيلد ويندنج وارميتشر ويندنج. الفيلد ويندنج في الدي سي ماشين كان عباره عن دي سي عن طريق ان احنا كنا بنحط له بطاريه، اما في الارميتشر ويندنج كان دي سي برضو عن طريق ان احنا بنجيب له كوميتيتور، والكوميتيتور دوت كان بيحول الاي سي لدي سي. طب في السينكرونس كان في الفيلد ويندنج دي سي برضو عن طريق بنجيب له نفس البطاريه، اما في الارميتشر ويندنج في السينكرونس بقى اي سي. ليه؟ لان احنا استغنينا عن الكوميتيتور اللي كان بيحول الاي سي لدي سي. طيب في الاندكشن ماشين بقى الفيلد ويندنج والارميتشر ويندنج هما الاتنين دي سي. تعالوا نتكلم بقى عن الاندكشن ماشين. يعني ايه اندكشن ماشين؟ يعني موتور بيتحرك بالحس. طب ايه الفرق ما بين الاندكشن ماشين وما بين التو ماشين التانية؟ ان اي ماشين عشان تشغلها فانت محتاج 2 سبلاي، اما في الاندكشن ماشين فانت مش محتاج غير سبلاي واحد بس، لان انت بتعمل سبلاي لواحد، تاخد سبلاي واحد بس، والتاني عن طريق الحس بيجيله برضو بتمدله بالباور. تعالوا نشوف ازاي عن طريق الحس بنقدر ندور الموتور. يعني انت عشان تدور موتور محتاج 2 سبلاي، اما في الاندكشن ماشين فانت عندك بتحتاج سبلاي واحد بس، والتاني عن طريق الحس بيسبب لنا تورك، والتورك دوت بيدور الموتور. فالثري فاز اندكشن ماشين دي اصلا بتتكون من ايه؟ عندنا نوعين اساسيين وهو الستيتور والروتور. وفي نوعين من الروتور، في الوند روتور اللي احنا بنسميه سليب رينج، بنسميه الوند روتور سليب رينج، وفي النوع تاني اللي هو اسمه سكويرال كيج. ايه هو الستيتور دوت؟ ده شكل كده رسم كروكي، يعني هنعتبر ده كده عبارة عن الستيتور، وجوه الستيتور دوت فيه الروتور اللي هو اللي جوه ده. فقالك كان الستيتور دوت عبارة عن سلندريكال لامينيتد كور. يعني سلندريكال لامينيتد كور يعني عبارة عن شريحة اسطوانية لامينيتد مشرحة كده. ليه هي مشرحة؟ عشان ريديوس ايدي كارنت، عشان تقلل الايدي كارنت. فهي الستيتور عبارة عن سلندريكال لامينيتد كور ار سلوتد. من جوه كده هتبص هتلاقي ان في سلوتس، يعني في سلوتس جوه. قالك ليه السلوتس ديت؟ تو ريسيف ذا ويندنج، عشان تقابل الويندنج، تستقبل الويندنج. ايه هي الويندنج ديت؟ دي الويندنج دي كده الويندنج، ادي ويندنج ودي ويندنج ودي ويندنج، فبنسميهم كده التلاتة مع بعض لو عملنا عليهم دايرة بنسميهم 3 فيز ويندنج. يبقى ايه هو الستيتور؟ عبارة عن جسم اسطواني مكون من شرايح من الصلب معزولة عن بعضها البعض عشان يقلل التيارات الدوامية اللي هي تروديوس ايدي كارنت، ومن الداخل بيكون في مجرى سلوتس بيبقى ملفوف عليه 3 فاز ويندنج اللي هي الويندنج ديت. ايه وظيفتها الويندنج ديت؟ ان هي بتنتج لك المجال المغناطيسي الرئيسي في الدايرة. فاحنا عندنا ستيتور وروتور، فالمجال المغناطيسي الرئيسي في الدايرة بينتج من الستيتور عن طريق الثري فيز ويندنج ديت. بعد كده المجال المغناطيسي دوت بيعبر الاير جاب. الاير جاب ديت المسافة دي كده، الحتة دي كده اسمها اير جاب. فبيعبر الاير جاب المجال المغناطيسي دوت ويدخل على الروتور. فلما يدخل على الروتور بيعمل انديوسنج للكرنت، والكرنت اللي بيعمل انديوسنج دوت للكرنت دوت بيتفاعل مع الفيلد اللي جايله، ولما يتفاعل مع الفيلد اللي جايله فبينتج لنا تورك. التورك دوت بيسبب لنا حركة الموتور. يبقى كده احنا عرفنا ايه الستيتور. عبارة عن لامينيتد سلندريكال كور كاريز 3 فاز ويندنج، عندها 3 فاز ويندنج. فايدتها ان هي بتنتج المجال المغناطيسي في الدايرة، reduce the main magnetic field in the main circuit. ندخل بقى على الروتور اللي هو قلنا الجزء اللي جوه دوت ده الروتور، الجزء اللي جوه دوت ده الروتور. تعالوا نشوف شكله ازاي. بياخد اهوت متوصل ب 3 فيز ويندنج، و 3 فيز ويندنج ديت بيروح نوصلهم ببرش. دول بنوصلهم ب3 برش، وبعديهم بنوصلهم بسليب رينج، وفي الاخر خالص بنوصلهم ببرش. وبيقول لك ليه سؤال كده بيقول لك ليه البرش بيكون lifted from the slip ring؟ يعني ليه بيكون مرفوع عنه كده؟ ليه ملزقنهمش في بعض؟ الاجابه to reduce frictionless، يعني عشان يقلل الاحتكاك.
بعد ما بنوصل بيه البرش دوت بيتوصل بعد كده بيه external resistance، دي كده مقاومات خارجية. فدي رسمة الروتور. في عندنا انواع من الروتور، الوند روتور والسكويرر كيج. في سؤال مشهور يعني بيسأله الدكتور دايما، قارن لي ما بين الوند روتور والسكويرر كيج. اول حاجه تعالوا نشوف الوند روتور. ده كده على فكره ده كده النوع دوت، ده كده رسمه الوند روتور. الرسمه دي كده بتاعه الوند روتور. عرفت منين؟ عشان فيها 3 فيز ويندنج وفيها سليب رينج وفيها برش، فدي كده رسمه الوند روتور. اما في السكويرر كيج مش هتلاقي 3 فيز ويندنج ومش هتلاقي السليب رينج ولا البرش. فكلمه وند روتور كده معناها الوند روتور ديت، وكلمه وند نفسها معناها ملفوف. طب لما يجي الدكتور يقول لك قارني ما بين الوند روتور والسكويرر كيج، فالوند روتور عباره عن، تقول له عباره عن 3 فيز ويندنج ستار كونكتد. هتوصف بقى الشكل اللي انت كاتبه ده، ستار connected to a slip ring and brushes. والslip ring تقول ان هي is lifted from the brushes to reduce frictionless. وبعديها بتقول external resistance are added on wound rotor. وفي البدايه كده تقول له ان هو اصلا عباره عن laminated cylindrical core، وتقول ان هو laminated عشان يريديوس eddy current، وعنده barrel slots in the inner، يعني جوه الوند روتور في من الداخل بيكون عنده slots. في النورمال كونديشن يعني في الوضع الطبيعي السليب رينج ديت بتكون اوتوماتيكلي شورت سيركت، يعني هي لوحدها كده بتكون الدايره مقفوله عليها. والبراشز برضو بتكون اوتوماتيكلي lifted from the slip ring. ليه؟ عشان يقلل فريكشن لوس. طب ايه طيب فايده اصلا الوند روتور دوت؟ الوند روتور فايدته ان هو بيديك هاي ستارتنج تورك وبيديك سبيد كنترول. طب ايه عيبه؟ ان هو كومبلكس وكل شويه بيريكواير الصيانه اللي هو ريكواير مينتنس وهاير كوست. يبقى ايه فايده الوند روتور؟ ان هو بيديك هاي ستارتنج تورك عالي وسبيد كنترول. فدي فايدته انه بيديك تورك عالي وسبيد كنترول. طيب بيقولك يفضل الاير جاب في الاندكشن موتور تكون صغيره. احنا قلنا الاير جاب ديت المسافه اللي في النص. بيقولك ليه المسافه ديت تفضل تكون صغيره؟ احنا قلنا ان الويندنج دوت بينتج فيلد، والفيلد دوت بيعبر الويندنج عشان يعدي للروتور، والروتور يعمل انديوسنج للكرنت، والكرنت يتفاعل مع الفيلد وينتج لنا تورك. فاحنا عايزين الفيلد دوت يعبر الروتور، فمش عايزين نكبر المسافه اللي هيعبر فيها، فاحنا عايزين نقلل المسافه. فبيقولك هنا بقى يفضل الارجاب تكون صغيره. ليه؟ to help induction، عشان يساعد عمليه الاندكشن وبريديوس induced EMF. ويقول لك لازم برضو اطراف الروتور تكون شورتت على بعضها، يعني في الاخر خالص كده الاطراف الروتور لازم تكون مقفوله. ليه شورتت؟ ليه؟ عشان يمر تيار. احنا عندنا تيار بيمر هنا اي 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 بي اي سي، لازم عشان يمر تيار لازم تكون الاطراف شورتت. فهقول له ليه؟ هقول له to provide a path for current to cross. بعد كده النوع التاني اللي هو اسمه squirrel cage. بيقولك 95% من الاندكشن موتور عبارة عن النوع اللي هو اسمه squirrel cage دوت. عبارة عن ايه طيب؟ برضه تقول عبارة عن cylindrical core laminated cylindrical core to reduce eddy current with parallel slots on the outer. عندها السلوتس في الاوتر على عكس الوند كان السلوتس كانت على الانر. بس الفرق ما بين السكويرر كيج والوند روتور ان هو عنده الحته ديت مش عنده ويندنج، لا عنده الحته ديت اسمها بارز، وكل بار محطوط على سلوت. وفي الاخر الدايره ديت عباره عن اسمها اند رينج، والعصايه دي كده اسمها الشفط. والنوع اللي هو اسمه سكويرر كيج دوت ما بيحطش فيه اكسترنال ريزيستنس ومنحطش فيه براشز ولا رينج والكلام ده. يبقى هو السكويرر كيج هنقول cylindrical laminated core with barrel slots on the outer. هتقول ان الكفر بار والالومنيوم بار are placed in the slot، و each slot يعني كل بار من دول joined at the end with the meter ring اللي هي اسمها end ring، يعني في الاخر خالص كده كلهم متصلين باند رينج. وعندنا سؤال مشهور كده بيقول لك ليه السكويرر كيج البارز بتاعته ما بتكونش بارل في ميل فيها كده؟ ليه بيكون في الميل دوت؟ بيقول لك عشان يسرع حركه الموتور، عشان يخلي الموتور دوت ران كويكلي. تاني حاجه عشان يقلل المagnetic hum، وكمان help reducing locking tendency to the rotor of the rotor. فبتكون من السكويرر كيج بتكون من اند رينج وبارز وشافت. ايه مميزاته؟ ان هو simple to design. عيوبه ان هو بيديك lower torque على عكس الوند كان بيديك higher torque، بس ساعتها كان هو complex design، اما هنا في simple design.
ايه الفرق ايه البيربس بتاع اللامينيتد كور؟ قلنا اللامينيتد كور دوت عشان تقلل الايدي كارنت. طب ايه البيربس اوف شورتد كوندكتور بار؟ يعني ليه البارز ديت بتكون قليله يعني صغيره؟ قالك عشان facilitate the rotors responsive to the stator magnetic field، عشان المagnetic field يعني يعدي عليها بسرعه. طب ايه هي فكره عمل الاندكشن موتور؟ احنا قلناها كده بس قلناها بسرعه. اول حاجه هي الماشين عامه احنا بندخلها كهرباء، فانت لو بتدخلها كهرباء بندخلها اي سي بس 3 فاز سبلاي اي سي. فانت لما تدخلها كهرباء هي المفروض تحول الكهرباء ديت لحركه تحرك لك الموتور، فهي كده اول حاجه بتحول الكتريكال انرجي لميكانيكال انرجي. وقلنا الماشين عندنا مكونه من ستيتور ومكونه من روتور. الستيتور دوت ده اللي احنا بنوصل عليه ال 3 فاز اي سي سبلاي. الروتور بقى عن طريق الحس بيجيله باور من الستيتور. فهو عندنا هنا بيقولك الروتور اللي احنا بنسميه موتور او روتور عادي doesn't receive electrical power by conduction، يعني مش بنديله باور سبلاي، يعني دي اسمها conduction، but by induction يعني بالحس، يعني بيجيله باور بالحس من الستيتور زي الترانسفورمر بالظبط. فالملف السكندري كان بيجيله باور من البرايمري، فعشان كده احنا عندنا بنسمي الموتور ديت induction موتور. فاحنا الخطوات اول حاجه بنديله جهد، الجهد دوت بنطبق عليه 3 فيز اي سي سبلاي. بعد لما تدي الستيتور جهد، ملف الستيتور احنا عندنا ستيتور اهو، بعد ما تدي ملف الستيتور جهد هيتولد عليه فيد اسمه بي اس، هيتفضل فيد. الفيد ده احنا بنسميه بي اس. طب ليه الفيد ده اتولد؟ والله انت لما طبقت جهد فهيمر تيار، يعني طبقت جهد فيه على ملف فهيمر تيار في الملف، ناتج بقى التيار اللي مر في ملف، تيار مر في ملف بينتج فيد. فعشان الفيد دوت نتج في الستيتور فسميناه بي ستيتور اللي هو رمزه بي اس اللي هو اختصار لستيتور يعني. يبقى تاني احنا طبقنا جهد، الجهد دوت طبقناه على الستيتور فمر تيار، التيار دوت نتج لك ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد دوت سميناه بي اس، والتيار الناتج دوت سميناه اي 1. الفيد ده هيسكت؟ لا، الفيد دوت هيروح يعبر الاير جاب ويروح عند الروتور، او بيقولك cut the rotor winding. فلما يروح عند الروتور هينتج لنا induced EMF، هيبقى عندنا قوة دفع كهربية مستحثة. يبقى هو الروتور هو جاله باور، بس جاله باور بالحس. وطالما احنا كأني طبقت جهد بالظبط، طالما طبقت جهد اللي هي قوة دفع كهربية مستحثة فهينتج لك تيار، التيار ده بنسميه اي روتور او اي 2. طالما تيار ماشي في ملف فالتيار دوت هينتج ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد دوت هنسميه بي ار. البي ار ديت يعني اختصار للماجنتيك فيلد اللي نتج في الروتور. بس هي دي فكرة عمل الاندكشن ماشين. ده الشرح بالانجلش وده شرح بالعربي، هحط لكم لينك الداتا كلها في الوصف. بعد كده بيقول لك ليه الاندكشن ماشين ما ينفعش ترن عن الان اس. الان اس ديت انا نسيت اقول لكم ان لما نتج فيد فالفيد دوت بيدور بسرعه معينه، فالفيد اللي نتج في الستيتور كان اسمه بي اس فسرعته كان اسمها ان اس، والفيد اللي نتج في الروتور اللي كان اسمه بي ار فسرعته هتبقى عباره عن ان ار. فقال لك ان الان اس ديت لازم بتدور عند سرعه اقل من الان ار بحاجه بسيطه، بس لازم تكون اقل من الان ار عشان الموتور دوت يدور. فهو بيسألك هنا بيقولك الاندكشن ماشين ما ينفعش تدور على الان اس. طبعا ما ينفعش تدور على الان اس، لان هي لو دارت عن الان اس الفيد مش هيقدر يقطع الروتور ومش هيمر تيار ومش هينتج تورك والموتور اصلا هيقف مش هيدور. ليه ده بيحصل؟ قالك عشان الموتور يدور لازم يكون في فرق سرعات، فرق سرعة ما بين الان اس ناقص الان ار. فالسرعة ديت لازم يكون بيقولك في relative speed عشان الموتور يدور. فبيقولك لازم الفيد بتاع الستيتور يكون لاج الفيد بتاع الروتور. ليه؟ عشان ينشأ فرق سرعة ويتولد هنا بالحس فيد مغناطيسي، والفيد دوت هينتج لنا induced EMF، والام اف هتنتج لنا تيار، والتيار ينتج لك تورك. فاحنا عندنا حاجة اسمها السليبنج.
ايه هي السليبنج ريت؟ السليبنج ريت بتساوي ريلاتيف سبيد اللي هي السرعه ما بين الستيتور ناقص سرعه الروتور على سرعه الستيتور. فالسليب فاكتور بتساوي ان اس ناقص ان ام على ان اس، والان اس لوحدها اللي هي سرعه الستيتور ليها قانون لوحدها اللي هي 120 في اف على البي. امتى الظاهره دي بتحصل ما بين سرعتين مختلفين. طب ايه الاف الاف هي عباره عن التردد، والبي عباره عن عدد البولز. قالك عدد البولز لازم يكون عدد زوجي، يعني لو حسبنا البولز طلع مثلا عدد 7 و4 فهناخد الرقم 6. طب لو طلع 8 و6 فهناخد الرقم 8. اما حاجه يكون عدد زوجي فهننزل لحد ما نلاقي اقرب عدد زوجي. فخلاص احنا عرفنا ان السليب فاكتور بيساوي ان اس ناقص ام على ان اس، فاضرب الاس في هنا اس في ان اس هيديك ان اس ناقص ام. طب ودي ان ام الناحيه التانية وهات الاس ان اس دي هنا، فيبقى ان ام بتساوي ان اس ناقص اس ان اس. خد الان اس عامل مشترك هيتفضل لنا ان الان اس فيه 1 ناقص اس، يعني الان ام بتساوي ان اس فيه 1 ناقص اس. كده جينا القانون تاني ان سرعه الموتور بتساوي 1 ناقص اس في الان اس، يعني 1 ناقص السليب فاكتور في سرعه الروتور. وبرده الاوميجا ام بتساوي اوميجا اس في 1 ناقص اس، والاوميجا ام اصلا بتساوي 2 باي على 60. فلما يجي يقولك روح هاتلي سرعة مثلا الموتور بالراد على السكند، فانا سرعة الموتور عندي بان ام اللي هي عبارة عن 1 ناقص اس في ان اس. فاروح بعد ما اجيب قيمة الان ام هضربها في 2 باي على 60 عشان اجيبها راد على السكند. اما لو مضربتهاش 2 باي على 60 فانا كده بجيبها بقيمة الراد على المينت، يعني قانون القيمة اللي طالعة من القانون عبارة عن راد على المينت. لما عاوز تجيبها راد على السكند فبتضرب في 2 باي على 60. وعندنا برضو بيقولك ان التردد بتاع الروتور بيساوي السليب فاكتور في الاف اس. طب هو ليه بيحط السليب فاكتور قالك السليب فاكتور بيتحط خلال الرننج. يعني لو مثلا قالك ان الموتور في حالة الستارتنج، ففي حالة الستارتنج السليب فاكتور ساعتها هيكون عبارة عن 1. ليه؟ لان لسه ما اتولدش لسه ما فيش ان ام اصلا، فالاس ساعتها هتكون عبارة عن ان اس ناقص 0 على ان اس اللي هي اس هتكون قيمتها ب1. فامتى الاس تكون ب1؟ لما يكون الان ام ب0، يعني الموتور لسه اصلا ما اتحركش في حالة سكون، لسه في البداية at starting، فسرعة الموتور ساعتها هتكون ب0 والاس هتكون قيمتها ب1. ففي حالة الستارتنج بيكون عندنا الاف ار، بيبقى عندنا الاس ب1، فالاف ار بتساوي اف اس. اما امتى بقى الاس تساوي 0؟ اول ما الان الاس تساوي الان ام، فساعتها الاس بتساوي 0 والموتور اصلا بيقف في الحالة فبيقولك ان الاندكشن ماشين بتشتغل عند كل السرعات ما عدا الان اس، مش هتدور عند الان اس. ليه؟ فتقوله لان هو لان هي بتشتغل عند كل السرعات ما عدا الان اس، فهي بتشتغل عند سرعة اقل من الان اس، لان هي لو اشتغلت عند الان اس الفيد مش هيقطع ملفات الروتور ومش هيمر تيار والموتور هيقف. بعد كده نشرح الايكويفالنت سيركت اوف 3 فاز اندكشن موتور. ازاي بنرسم الدايره المكافئه للاندكشن موتور؟ هنرسمها ازاي؟ هي نفسها الدايره المكافئه للترانسفورمر. احنا اول حاجه قلنا هنمرر 3 فاز فولتج على ملف الستيتور، هنعتبر ان الجزء ده كده عباره عن الستيتور والجزء ده كده عباره عن الروتور. فلما يقولك اثبت للدايره المكافئه هحط له هنا 3 فاز سبلاي وهرسم له كده دايره الستيتور ودايره الروتور. فاول حاجه انا لما اطبق جهد على ملف فهيمر تيار، فعشان كده هسمي هنا، هعمل هنا خط واسميه تيار I1. فتيار ماشي في الملف ده ليه مقاومه، فالمقاومه دي هيكون اسمها R1. اكيد طالما تيار مر في ملف فالتيار هينتج لنا فيض، والفيض مش كله هيقطع الملف ده. ليه مش هيقطع الملف كله؟ ليه؟ بسبب قالك الليكج فلكس. ايه الليكج فلكس دي اللوسس، فبعبر عن اللوسس دي بمقاومه اسمها X1، فبعبر عن الليكج فلكس بX1. اللوسس بقى اللي بتحصل جوه هي اللي اسمها الار، المقاومه اللي هي الار سي الار سي والاكس ام. ليه؟ المفاقيد اللي بنفقدها في القلب الحديدي اصلا، فدي بنسميها كور لوسس. يبقى احنا عندنا كده في الستيتور في عندنا كور لوسس. يبقى اول حاجه احنا طبقنا باور اللي هو باور انبوت. الباور انبوت فما تيار ماشي في مقاومه، فعندنا الملف عباره من كبر من نحاس، ففي فقد عندنا بسبب المقاومه اللي احنا بنسميها
هنسميها هنا بي ستيتور كبر لوس. بعد ما فقد اللي هو المقاومة ديت اللي هو ستيتور كبر لوسز، فقلنا في فقد في القلب الحديدي اللي هو الشنط ادبتنس ديت اللي هي فيها ار سي واكس ام، فبعديها دوت هيكون عبارة عن الفقد بتاع الكور. بعد ما خلاص فقد الكور فعندنا الفيد بقى اللي ناتج دوت هيروح يعبر الاير جاب، فقالك كده بعد كده هيكون عندنا الباور بتاعة الاير جاب، والباور بتاعة الاير جاب دي بنسميها بي روتور انبوت، يعني دي الباور اللي داخله الروتور. فبعد ما يخش الروتور برضو هيلاقي فيه هيعمل انديوس ام اف، والام اف ديت هتولد لنا تيار، والتيار دوت هنسميه اي روتور، وتيار ماشي في الملف دوت ليه مقاومة هنسميها ار ار، فهيكون في فقد المقاومة اللي هو هيكون مقاومة الملف دوت اللي هو هنسميها روتور بي روتور كبر لوسز، لان الملف دوت مصنوع من الكبر. وبعديها هيكون بيقولك ما التيار ده مشي في الدايرة فهو ولد فيد، الفيد ده مش كله هيقطع الدايرة، فقالك الخسارة اللي هو بسبب الفيد ديت، خسارة الفيد ديت هنسميها هنعبر عنه بملف اسمه اكس ار. اي لوسس تانية هيحذفها، فانت هتضيف هنا سهم تاني كده، فدي اللوسس تاني بعد هتكون اللوسس بتاعة الروتور. فقالك بقى بي مسك، فهتضيف هنا المسك مكان جنب الروتور كابر لوسس. قالك بي كور، فهتحط هنا برضو في فقد تاني ان بي كور هنا حصل بعد الكابر لوسس على حسب ما هو يقولك في السؤال. يعني هو قالك مثلا ذكر لك الكور مع الروتور، يبقى ده الفقد دوت الكور دوت حصل في الروتور ما حصلش في الستيتور، على حسب في السؤال هو هيقول يعني. بعد كده الباور اللي طالعه ديت اسمها باور كونفرتد، بنرمز لها بي بي سي او ان في، باور كونفرتد. بعد ما الباور كونفرتد فعندنا بعد الباور كونفرتد بيقولك طالما الموتور هيدور خلاص نتج تورك وهيدور، ففي التورك دوت لما الموتور يدور هيحصل فيه احتكاك، فقالك في طالما في حركه فقالك ان الفقد بعد كده هيكون ميكانيكال لوس، في الاخر خالص الخارج دوت هيكون عبارة عن البي اوتبوت. فهنرسم ازاي الدايرة المكافئة. اول حاجة هنحط التيار والمقاومة الار، وبعدين اكس، ونحط اي ار اكس ار، هنحط كده مقاومات كده. فهو دي كانت في حالة الستارتنج ما حصلش اي راننج اي حاجة، بس في حالة الراننج بقى الكلام دوت بنضرب الاس في الاي بتاعت الروتور دوت، بنضرب برضو الاس في الاكس ار بتاعت الروتور. احنا عارفين ان الاكس ار بتساوي 2 باي اف ال اللي هي اف روتور، يعني الفريكونسي بتاع الروتور. فاحنا عارفين الاف ار بتساوي اس اف اس، فنعوض مكان الاف ار اس اف اس، يبقى عندنا الاكس ار بتساوي اس اكس ار نوت. فهنشيل الاكس ديت هنعوض عنها باس اكس ار نوت، وهنشيل الاي ار ديت هنعوض عنها باس اي ار نوت. فدي الخطوه الثانيه. تاني خطوه هتقول له كده جمله تقول له approximate equivalent circuit referred to the stator. هتحط كده الجزء ده كده وتلزق معاه الجزء دوت، يعني مش هتحط الاي 1 ديت خالص، هتلزقهم مع بعض كده مع بعض، وهتسمي الار 2 ديت داش، وهتسمي الاس اكس 2 ديت هتسميها داش. يبقى دي كده equivalent circuit referred to the stator. طب عايزين equivalent circuit referred to the rotor، فكل اللي تعمله انك هتعمل بقى بعديها تقول له جمله ثانيه تقول له approximate equivalent circuit referred to the rotor. فكل اللي هتعمله هترسم الدايره دي تاني، بس الفرق بقى هتدخل الار والاكس ديت جوه ديت، يبقى هنقفلنا الدايره اهيت كأن دول مش موجودين خالص، والار والاكس دوت هيتحطوا هنا، حطوا هنا ار واكس، وفي شادة خط كده، وبعدين هترسم الشنط عادي، بتقول له ان في اللاين دوت في الاي 1 واللاين دوت من بعد الشنط عباره عن اي 2، يبقى كده ديت وتحط فيها الار ار والار روتور والاكس اكس ار 2 ديت. يبقى دي كده approximate circuit referred to the rotor. بعدين بقى تقول له ان الاكزاكت سيركت بتاعت الروتور عباره عن ار ار على اس في الاكس ار في الاي ار هنا، وفي مقاومه تانية بيضيفوها هنا اسمها R2 في 1 ناقص S على S. فهترسم له الدايره دي كده وتقول له دي عباره عن exact circuit of the rotor، وبعدين تقول له في الاخر خالص approximate equivalent circuit، ترسم له الدايره دي كده، دي الدايره النهائيه الفاكهه دي approximate equivalent circuit، وتحط هنا في النهايه كده R2 في 1 ناقص S على S. وساعتها لو عايزين نجيب الاي التيار اللي ماشي في اللي هو الاكزاكت سيركت بتاعت الروتور ديت، هنقول ان عباره عن اي ار على ار زائد الاكس ار، ار على الاس ديت زائد اكس ار.
بعد كده شويه قوانين. احنا قلنا ان اول حاجه بيدخل لنا بي انبوت، البي انبوت دوت بيخش بعد كده في فقد في الاسلاك بتاعه الستيتور، فبيكون عندنا الفقد ده بنسميه بي ستيتور كبر لوسز. ولو حصل في فقد في الكور بتاع الستيتور فبنقول بي كور لوسز. وبعدين بيكون في الاير جاب، وبعدين بيكون فقد في الروتور اللي هو بي روتور كبر لوسز، وبعدين بيطلع بي كونفرتد، وبعدين بي ميكانيكال، وبعدين بي اوتبوت. فلو قالك مثلا في المساله كده الريشيو ما بين الستيتور على الروتور، فيعني دي معناها ان 1 على ان 2، فانت ساعتها بتروح تجيب ال N2 على N1، ودي بيكون قيمة الكي، وبتضربها في ال E2 اللي هو كان عايز يجيب ال induced voltage في الملف بتاع الروتور، فتضرب الكي في ال E2 اللي هو اداهالك. بيقولك ان ال X2 بتساوي الفا تربيع اللي هي N1 N2 على تربيع في ال XR، او انك ال X2 هتساوي XR على كي تربيع على حسب الكي اللي هو اداهالك دي. لو كان اداك ريشيو، يعني قالك الريشيو ما بين مثلا الملف الروتور على الستيتور، فكنت هتقسم الاكس ار على الريشيو ديت اللي هي ار ار. وعندك قانون البي انبوت دوت بيساوي جذر 3 في لاين اي لاين كوساين فاي، والبير جاب ديت هتكون عباره عن التيار اللي داخل الروتور اللي هو عباره عن الاي 2، هو عشان 3 فيس فهنقول 3 اي 2 تربيع، فاي فقد بيبقى عباره عن اي تي تربيع في ار، فالاي هنا اسمها اي 2، وده عشان ده 3 فيس فيبقى 3 في اي 2 تربيع في المقاومه الاير جاب ديت اللي هي عباره عن، لما شفنا الايكويفالنت سيركت كانت عباره عن الار على الاس، فدي عشان كده حطينا الار 2 على الاس اللي هي اسمها. قالك ان الاي 2 تربيع في ار 2 تربيع دي عباره عن الروتور كبر لوسس، يعني البي روتور كبر لوسس دي عباره عن ال 3 اي 2 تربيع في ار 2 تربيع في ار 2، فالبي ارجاب هتساوي البي روتور كبر لوسس على الاس، والبي كونفرتد ديت هتكون عباره عن هي نفسها البي ارجاب بس لما نطرح منها البي روتور كبر لوسس. وفي عندنا قانون مهم جدا ان هو بيقولك البي ارجاب الى البي روتور كبر لوسس الى البي كونفرتد النسبه بينهم 1 إلى اس لو 1 ناقص اس. فانا عايزه اجيب مثلا البي كونفرتد وانا معايا البي ارجاب، فساعتها البي كونفرتد هتبقى عباره عن بي ارجاب في 1 ناقص اس على الواحد، فدي كده تكون قيمه البي كونفرتد. طب لو عايزه اجيب البي روتور كبر لوسس فتبقى البي ارجاب في اس على الواحد. طيب لو معايا الروتور كبر لوسس وعايزه اجيب البي كونفرتد، فالبي كونفرتد هتبقى عباره عن 1 ناقص اس في البي روتور كبر لوسس على الاس ديت. فالقانون ده مهم جدا. بعدين ده اثبات الثري فيز اندكشن موتور من المرجع نفسه. اول حاجه بيقول لك الايكويفالنت سيركت اوف ذا روتور، اول حاجه بيرسم لك الار لوحدها مضروبه في اس اكس 2، بعدين بيحط لك الاكس 2 ويرسم لك الار 2 على اس، بعدين بيحط الار 2 والاكس 2 عادي ويحط لك بقى المقاومه الثالثه معاهم اللي هي ار 2 في 1 ناقص اس على اس. فالايكويفالنت سيركت اول حاجه قلنا بيحط الار 2 ويحط اس اكس 2 زي ما هي، يعني ار واكس عادي، بس بيضرب الاس في اكس 2، مره بيقسم الاكس على ار 2 ويسيب الاكس 2 زي ما هي، ويحط الاثنين مره يحطهم زي ما هما ويضيف معاهم مقاومه ار 2 في 1 ناقص اس على الاس. الايكويفالنت بقى قلنا اول حاجه بيحط الار 1 واكس 1، في عندنا هنا شنط امبيدنس بيكون ار سي توازي مع الاكس ام، وده هنا بيكون فيها اسمها الاي 1 وده بيكون اسمه الاي 2. ماشي هنا تيار اسمه ار 2 في مقاومه ار 2 واكس 2، واللي هي واحد اللي هي عباره عن 1 ناقص اس على اس ار 2. فبعد كده بتقول الايكويفالنت سيركت ريفيرز، لا هنا مقالش الايكويفالنت سيركت، هو هنا رسم الاكزاكت سيركت على طول، حط الار 1 والاكس 1 وحاط الار 2 والاكس 2 على طول، وقال لك ان ار 2 عباره عن ار 2 على كي تربيع والاكس 2 عباره عن اكس 2 على كي تربيع، بس حط القيم وحط قيمه المقاومه اللي هنا. الابروكسيميت سيركت بقى اللي هو الايكويفالنت سيركت اللي هو عايزها، حط الاي 1 والار 1 دخلها جوه والاكس 1 دخلها جوه، وحط الار 2 عادي اللي هي قيمتها ار 2 على كي تربيع والاكس اللي هي قيمتها اكس 2 على كي تربيع، عشان كده بنسميهم داش واير داش واكس داش. وحط المقاومه اللي هي عباره عن ار 2 في 1 ناقص اس على اس على كي تربيع والشنط. فدي كده الابروكسيميت سيركت. الريزلت بتاع الدكتور بقى اول حاجه فهو لك احنا عندنا ملفين، ملفين ستيتور وملف روتور. فملف ستيتور فيه اللي هو ار اس وجي اكس اكس، في معاه مقاومه اللي هي اسمها ار سي واكس سي، بعديها في مقاومه اللي هو الروتور دوت فسميناها ار موتور او روتور عادي الاثنين واحد، وعنده مقاومه اسمها جي اكس 2. في عندنا هنا دي اسمها الاي 2 دي اسمها الاي 1. بيقول لك ان البي ايرون بتكون ثابت عشان التردد بيكون صغير والفريكشن بيكون اصغر من الفريكشن بتاع الستيتور. التردد بتاع الستيتور التردد بتاع الروتور بيكون اقل من التردد بتاع الستيتور. فاول حاجه راح حط الار 1 والجي اكس 1 لوحدها وحط فيهم الشنط الميز عادي زي ما هو والجهد بتاعهم زي ما هو، وحط الار 2 والجي اكس 2
في دايره بتاعه الروتر لوحدها وحط SE2. تاني حاجه بيضم الاتنين على بعض، بيضيف برضو الR1 والGX1 ده نزلهم زي ما هو اهوت، والRC والGXM. تاني حاجه برضو نزل الR2 زي ما هي والGX2 زي ما هما، بس بيحط قدامهم داش، لان احنا عارفين ان الداش دي قيمتها ان هو بتساوي القيمه على الكي تربيع. المره الثالثه بقى راح دخل الR1 والGX1 جوه، فدي كده approximate circuit referred to the rotor، ودي كده approximate circuit referred to the stator. بعد كده قالك بقى ان exact circuit بتاعه الروتور ان هو تكون دي عباره عن R2 على S، ودي اسمها GX2 مضروب هنا في E2، فقيمه الاي هنا هتكون عباره عن E2 على المقاومات ديت اللي هي R2 على S زائد GX2، او ان ممكن نشيل اصلا الاس على المقاومه ديت وتبقى عباره عن 1 ناقص S على الاس في R2. يبقى دي كده الاكزاكت سيركت بتاعه الروتور. وعندنا الباور فلو قالك ان هو اول حاجه بيدخل لنا باور انبوت، وبعدين بيعدي هنا في فقد اللي هو كبر لوسس، وبعدين هيكون عندنا البي اير جاب، والبي اير جاب بعدين هيحصل بي الكبر لوسس بتاعه الروتور، وبعدين بي ميكانيكال فيحصل فيه ريفليكشن، وبعد كده هيحصل فيه يطلع البي اوتبوت، والافشنسي هتكون عباره عن البي اوتبوت على البي انبوت. قانون التيار هيبقى عباره عن الاس اي 2 على جذر ار تربيع زائد اس اكس 2 تربيع، او ممكن تقول تشيل الاس دي خالص وتقسم الاس بسط ومقام، فيطلع لك ان الار 2 على الاس الكل تربيع زائد اكس 2 تربيع، وتشيل الاس خالص من القانون ده، هتقسم بس اس على ار 2. يا اما تسيب الاس هتضرب الاس في الاي 2، تضرب الاس في الاكس 2 وتجيب القانون عادي. هنا دي شويه نفس القانون اللي احنا شرحناه قبل كده، البي ستيتور والبي كابر لوسس. قلنا ان البي كابر لوسس عباره عن 3i1 تربيع في r1، في الروتور عباره عن 3i2 تربيع في r2 تربيع. الميكانيكال لوسس دي عباره عن الويندج لوسس زائد الفراكشن لوسس، والبي انبوت ديت بتساوي لو طرحت منها بي ستيتور كابر لوسس والبي كور لوسس هيطلع لك في الاخر البي اير جاب، والبي اوتبوت ديت هتكون عباره عن البي كونفرتد ناقص البي ميكانيكال، فدي كانت هتكون عباره عن باور اوتبوت. وعندنا برضو قانون البي انبوت ان هو بيساوي جذر 3 في لاين اي لاين كوزين فاي، وما ننساش اللي هو المستطيل دوت ان احنا لو معانا مثلا الاير جاب فهنقدر نجيب البي روتور كابر لوسس وهنقدر نجيب البي كونفرتد، فيبقى البي اير جاب مثلا عباره عن 1 ناقص اس في بي روتور كابر لوسس، او 1 ناقص اس في بي روتور كابر لوسس. ثواني، احنا عايزين دلوقتي معانا البي اير جاب، عايزين نجيب عايزين نجيب مثلا البي روتور كابر لوسس، فالبي روتور كابر لوسس هيبقى عباره عن البي اير جاب في اس على الواحد. طب لو عايزين نجيب البي كونفرتد هيبقى البي اير جاب في 1 ناقص اس على الواحد، فدي كده جبنا البي كونفرتد. تعالوا نشوف مساله بيقول لك معانا 40 هورس باور، يعني البي اوتبوت عندنا عباره عن 40 في 746، فدي كده تطلع بالوات. فانا جبت البي اوتبوت اهي عباره عن 40 في 746 واط، تطلع ب 2840. بيقول لك الفريكوانسي عندنا ب50 هرتز، فانا حطيتها الفريكوانسي ب50 هرتز. وبيقول لك عندنا 4 بول، فعندنا البول بتساوي 4 و3 فيز وستار كونكتد. ستار كونكتد ديت يعني الاي لاين بتساوي الاي فيز، ومديك السليب 2/100، يعني معانا الاس ب2/100، والباور فاكتور ب8/10 ات فول لود. والبي ستيتور كابر لوسس مدينا البي ستيتور كابر لوسس والبي ميكانيكال والكور لوسس، وعايز الموتور سبيد. الموتور سبيد ديت يعني عايز الان اس. ثواني، الموتور سبيد ديت اللي هي البي موتور اللي هي البي ار اللي هي الان ار، ان موتور اللي هي ان ار، يعني الان ديت رمزها السبيد والام ديت رمز الموتور اللي هي نفسها الان ار، يعني ان ام هي نفسها الان ار. فاحنا عارفين ان قانون ان ام بيساوي عباره عن 1 ناقص اس في الان اس. فاحنا محتاجين اول حاجه نجيب الان اس، فالان اس قانونها ان هو بيساوي 120 في اف على البي. احنا عارفين قانوننا هو الان ام بيساوي 1 ناقص اس في ان اس، والان اس بيساوي 120 في اف على البي. واحنا معانا الاف هي عباره عن قيمتها عن 50 هرتز، فهضرب 50 في 120 على البي اللي هو عدد البول اللي هو ادالنا ب4، ادانا عدد البول اهوت ب4 اللي هو ب4 ديت. فجبنا الان اس، طالما جبنا الان اس فهنعوض على طول تعويض مباشر بالان ام، لان هو مدينا قيمه الاس اللي هي سليب، فتقول 1 ناقص السليب اللي هي 1 ناقص 2/100 في الان اس اللي جبناها فوق ب 1500. كده جبنا الان ام. تاني مطلوب بيقولك هاتلك اللاين كارنت الاي لاين، فاحنا عارفين البي انبوت بتساوي جذر 3 في لاين اي لاين، فهو عايز الاي لاين دوت. فاحنا معانا الفي لاين
الفي لاين اللي هو مديك في السؤال اللي هو عباره عن 333 فولت. ومعانا الباور فاكتور اللي هو اداهولنا، ادينا الباور فاكتور ب8/10. فاحنا فاضل لنا بس البي انبوت. هنجيب البي انبوت ازاي؟ والله احنا هنبدا نرسم الرسمه. هو البي انبوت عندنا يا اما بتساوي البي ستور كابر لوسز زائد البي كور زائد البي روتر كابر لوسز زائد البي ام. هو مديك في السؤال مديك البي ستيتور كابر لوسز ومديك البي ميكانيكال. تعال نشوف كده البي ستيتور كابر لوسز ومديك البي ميكانيكال ومديك كمان البي كور لوسز، يعني مديك الكور ديت ومديك كمان بس، يعني هو فاضل لنا بس البي روتر كابر لوسز. يبقى احنا محتاجين نجيب البي روتر كابر لوسز. يعني لو جبنا البي روتر كابر لوسز هنعرف نجيب البي انبوت، ولما نجيب البي انبوت هنعرف نجيب الاي لاين. احنا محتاجين دلوقتي الدنيا واقفه عندنا عن البي روتر كابر لوسز. طب البي روتر كابر لوسز دي بتساوي ايه؟ كان ليها قانون هي بتساوي 3I1 تربيع في R1. طب احنا عاطلين اصلا، احنا عايزين نجيب التيار، فالقانون ده برضو مش هينفع معانا. فهنلجأ للحل الاخير اللي هو القانون الجدول اللي احنا قلنا المفروض نحفظه دوت، ان البي ارجاب الى البي روتر كابر لوسز الى بي كونفرتد بيساوي 1 إلى S لواحد إلى S. انا عايزه اجيب البي روتر كابر لوسز. طب انا معايا ايه من الاتنين دولت؟ معيش الارجاب. هل معايا بي كونفرتد؟ لا مش مديهاني، بس هو مديني البي ميكانيكال وانا معايا البي اوتبوت. قلنا البي اوتبوت عباره عن البي اللي هي 40 هورس باور في 764. يبقى انا معايا البي اوتبوت ومعايا البي ميكانيكال، فالبي كونفرتد هتكون عباره عن البي اوتبوت زائد البي ميكانيكال. يبقى انا معايا البي كونفرتد. هقدر اجيب البي روتر كابر لوسز ان هي تبقى عباره عن البي كونفرتد في اس على 1 ناقص اس. هو مديني قيمه الاس في السؤال، يعني هو مديهاني ب2/100. يبقى انا كده جبت البي روتر كابر لوسز قيمتها اهي. طالما جبت البي روتر كابر لوسز فهجمع دول مع بعض على بعض كده وهجيب البي انبوت. فالبي انبوت هتكون عباره عن البي اوتبوت هي نفسها البي اوتبوت زائد اللوسز اللي حصلت. يعني الانبوت هيساوي الاوتبوت زائد اللوسز، يعني هيساوي زائد البي ميكانيكال زائد البي روتر كابر لوسز زائد البي كور زائد البي ستور كابر لوسز. يبقى كده جبت قيمه البي انبوت. هروح اعوض فيها على طول بقيمه الاي لاين. الاي لاين بتساوي البي انبوت على جذر 3 في لاين كوزين فاي. فهقعد بالبي انبوت اللي انا جبتها جذر 3 في الفي لاين اللي مداني في السؤال 330 فولت في الكوزين فاي مديني الباور فاكتور ب9/10. كده جبت الاي لاين. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك هات لي الروتور كابر لوسز. احنا لسه جايبينها الروتور كابر لوسز، جبناها من البي كونفرتد، والبي كونفرتنج جبناها من البي ميكانيكال زائد البي اوتبوت. بعد كده خلاص جبنا البي روتور كابر لوسز. محتاجه بقى الافشنسي. الافشنسي بتساوي اي افشنسي بتاع اي حاجه عباره عن البي اوتبوت على البي انبوت. فالبي اوتبوت احنا عندنا البي اوتبوت اهيت، معانا البي اوتبوت والبي انبوت لسه جايبينها برضو. البي انبوت اهيت تقسمهم على بعض هيطلع لك الافشنسي ب87%. تعالوا كده شويه على الرسومات. احنا عندنا هنا الستيتور ويندنج، دي بتكون شكل رسمه الستيتور ويندنج، بيكون عباره عن كده ملفات متوصله شكل ستار. وبعدين عندنا روتر ويندنج ملفات متوصله اللي هي دلتا متوصله، قصدي اللي هي الستيتور ويندنج بتكون متوصله دلتا، اما الروتر ويندنج بتكون متوصله ستار. الجزء ده كده بيكون تبع الستيتور، اما الجزء كده بيكون تبع الروتر. فدي كده اسمها روتر ويندنج، وديت اسمها الحته اللي فوق دي اسمها براشز، ولما دي كده اسمها السليب رينج. الحته الصفرا دي كده اسمها سليب رينج، دي كده سليب رينج، واللي فوقيها دوت كده عباره عن البراشز، ودول كده عباره عن external resistance، ودي برضو كده عباره عن السليب رينج، والجزء اللي فوق ده عباره عن البراشز، ودول ريستات، ودول روتور ويندنج. الشكل دوت عباره عن السليب رينج روتور اللي هو اسمه الوند روتور. عرفت ان هو سليب رينج عن طريق ان هو شفت فيه كلمه سليب رينج اهوت اللي هو الدايره ديت، وفيها براشز، وفوق البراشز كده حاطط فيه دايره نقطه في النص كده. فطالما في سليب رينج وبراشز فده على طول هيكون عباره عن وند روتور اللي هو سليب رينج روتور. واللي في النص دوت هيكون اسمه 3 فيز ويندنج. 3 فيز ويندنج طالما وند روتور يبقى في النص ده اسمه 3 فيز ويندنج. اما في الناحيه التانية لما يكونش فيه مثلا سليب رينج وبراشز وكده، في الحته ديت اللي هي البارز ديت اسمها روتور بارز، ما اسمهاش فيز ويندنج. بقى في السكوير كيج النوع دوت اسمه روتور بارز، واللي في الاخر دي كده اسمها شورت سيركت رينج. اما اللي في الاخر في الوند روتور كان اسمها اند ويندنج، اما في السكوير كيج اسمها اند رينج. وده شكل عندنا، ده اللي فوق دوت بيكون عباره عن الستيتور، واللي في النص دوت بيكون عباره عن الروتور، والحته اللي في النص ديت بتكون اللي هي دي كده عباره عن الاير جاب. الحته المسافه دي كده عباره عن الاير جاب، ودوت عباره عن لوتر ومفتوح فيه سلوتس اهي. وده شكل تاني برضو حاطط فيه هنا الستيتور سلوتس،
واللي بره هنا ده عباره عن ده ستيتور سلوتس، ده الستيتور لاميتيشن، واللي في النص ديت السلوتس دي عباره عن ستيتور سلوتس، واللي الحته ديت دي كده اللي هي المسافه دي عباره عن الاير جاب، واللي في النص جوه الروتور دي عباره عن الروتور سلوتس. فبيجي سؤال مهم جدا يقول لك the stator magnetic field is produced by the current following the stator determines the direction of the stator magnetic field. فاول سؤال بيقول لك حدد لي اتجاه المagnetic field. فازاي بنحدد اتجاه المagnetic field؟ والله هتبص الرسم هنا، اول حاجه هو عنده كاتب 3 phase current، يعني عنده اول حاجه ادي اول فيزا current، تاني فيزا اهيت، تالت فيزا اهي اللي هي دي. فهو عشان 3 فيز كارنت في رسمتها في المagnetic فيلد هيحط لك 6 نقط، يعني هي عشان 3 فيز كارنت 3 فتحط مثلا اول نقطه هنا اكس، تاني نقطه النقطه اللي هي ديت تحطها دوت، تالت نقطه تحطها اكس. عشان ده روتيتنج magnetic فيلد فالاكسات والدوت ديت بتتغير كل شويه، فاهم حاجه ان هما 3 فلازم يكون عندك 3 اكسات و3 دوت. فتحط هنا مثلا اكس دوت اكس، وفي قصاد الاكس ده تحط قصادها دوت، وقصاد الدوت دي هتحط قصادها اكس، وقصاد اكس دي هتحط قصادها دوت. ازاي بتحدد المagnetic فيلد بقى؟ والله تعالوا كاننا مش شايفين الباقيين دول بس، كاننا مش شايفينهم، تعالوا نشتغل على دول بس. فلازم يكون عندك الان تتحط لما تمشي دايره ناحيه اليمين تقابل اكس، يعني مثلا هحط ان هنا، فلما امشي ناحيه اليمين هلاقي اكس اهيت، يبقى ان دي مكانها صح، يبقى على طول الناحيه التانية الاس قصادها. وتقول له ان المجال هيتحرك من الان للاس، ومن الخارجي كده هتحرك من الاس للان. كده دي اول فيزا. احنا هنسيبها بس نقول نوع المجال. نوع المجال هنا روتيتنج ماجنتيك فيلد. اي حاجه فيها 3 فيز كارنت او 2 فيز كارنت فيها نوع روتيتنج ماجنتيك فيلد. فدي عندنا 3 فيز يبقى نوعها هنا روتيتنج ماجنتيك فيلد، فدي عندنا 2 فيز كارنت يبقى نوعها روتيتنج ماجنتيك فيلد. طب دي عندنا اللي هي 1 فيزا بس، ال1 فيزا ديت اسمها pulsating magnetic field. طيب اللي هي دي سي دي اسمها ماجنوستاتيك electric field. تعالوا نحل بقى واحده واحده. determine the direction of the magnetic field، عايزين نحدد الاتجاه. فهترسم له الرسمه، تحط له النقط دي زي ما انا عملها كده، حط النقط بس ما ترسمش الرسمه اللي جوه ديت، حط النقط بس وارسم له 6 رسومات زي الشكل ده كده. اول رسمه هتقول له مثلا هاخد مثلا النقطه اللي هي يمين وشمال ديت اللي هي ديت وديت، تحط مثلا اكس على الشمال واكس على اليمين. هاخد مثلا النقطه اللي هي الاكس ديت والدوت دي، فحطيت اهوت الاكس وتحط هنا الدوت، ادي اكس وادي الدوت. والان لازم تكون تحت. ليه؟ لان قلنا لما نمشي دايره لازم يكون بعد الان في اكس، يعني ما ينفعش مثلا تحط لي الان فوق. ليه؟ لان بمشي دايره هلاقي بعديها دوت، غلط، يبقى الان مكانها تحت. وبعدين تقول له ان المجال هيتجه من الان للاس، هتمشي كده خط ما بين الان والاس، وتقول له بره كده في المجال هيكون خارج من الاس، ومن ناحيه الاكس هتشد منها بطاريه ناحيه الموجب، ومن ناحيه الدوت هتاخد منها بطاريه ناحيه السالب. هتاخد بقى النقطه الثانيه هتعكس النقطه اللي انت خدتها دي، تعكسها هتبدلها. يعني انا مثلا هنا اللي خدتها، يعني مثلا انا خدت اول حاجه دي اكس ودي دوت، فاروح اعكسهم بقى نفس الرسمه دي، هروح اعكسهم واخلي مثلا دي دوت والناحيه الثانيه اكس، وهكذا. انا خدت هنا دوت وبعدين اكس، هروح اعكسها هاخدها مثلا اكس اللي فوق اكس واللي تحت دوت، ودي اعكسها هاخد مثلا دي اكس دوت، وما اجي ارسمها تاني تبقى دوت واكس. يبقى عندك 6 رسومات. تعالوا نشوفها. لما حطيت هنا مثلا اكس وهنا دوت، فالاكس الان لازم تكون لما نمشي ناحيه اليمين يقابلني الاكس، فحطيت الان هنا، فالمجال هيبقى من الان للاس، والخارج كده هيكون الاس ناحيه الان. وتاخد من الاكس ديت بطاريه موجبه، ومن الدوت تاخد اللي هو الطرف البطاريه السالبه. فترسم 6 رسومات بالشكل دوت. اهم حاجه انت معاك النقط، هتحط النقطه اللي انت خدتها تحطها على الرسمه. حط هنا مثلا نقطه دوت وهنا اكس، يبقى الان لازم تكون قبل الاكس، يعني لما امشي ناحيه اليمين الاقي الاكس، فالان هتكون هنا، والاس لما نمشي ناحيه اليمين الاس لازم تلاقي الدوت. فالان بقى هيمشي مجال من الان للاس، والخارج هيبقى الاس للان. ومن الاكس هاخد بطاريه كده تبقى موجب البطاريه، وسالب البطاريه هوصلها بالدوت، وهكذا. النقطه اللي انت خدتها مثلا خد لك 3 نقط واعكسهم، فيطلع لك معاك ال6 رسومات بالشكل ده. هحط لكم لينك الداتا كلها في الوصف. بعد كده بيقول لك القاعده المستخدمه. القاعده المستخدمه هي رايت هاند رول. بتشتغل ازاي؟ بتحط صبعك اللي هو الابهام ناحيه المجال ناحيه التيار، فبتحط صبعك ناحيه التيار، فبقيه الصابع كلها بتشيل المجال.
فلما تعمل الابهام كده ماشي ناحيه اليمين هتلاقي الصوابع كلها يعني طالعه لفوق كده، فتعرف كده ان المجال يعني طالع لفوق يعني نازل لكده، يعني هو المجال ماشي ناحيه الناحيه دي كده الخارج، يعني الخارج ماشي كده. فكل اللي نعمله بس ان احنا نرسم الرسمه ديت نرد بس اتجاه المجال وخلاص. هترسم الست رسومات دول، وبس اهم حاجه تكتب اللي هو العلامات ديت على الرسمه. يعني انا عندي 3 فيس فاحط مره اكس ومره دوت ومره اكس واعكسهم عكسهم، كل واحده وعكسها احط الدوت قصادها والاكس قصادها وهكذا. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ستيت تايب اوف ذا ستور فيت، ده طبعا نوع روتيتنج. بعد كده ان ويتش كيس ذا اندكشن موتور سيلف ستارتنج، هل الكيس دوت ده سيلف ستارتنج؟ سيلف ستارتنج، لان احنا قلنا ان شروط سيلف ستارتنج ان الموتور يكون 3 فيس او 2 فيس. ليه؟ ايه سبب اللي هو سيلف ستارتنج؟ لان الفاست ديفرنس دوت بينتج لك روتيتنج فيلد، والروتيتنج فيلد دوت هو اللي بيسبب لك الانتاج التورك، والتورك دوت هو اللي بيحرك الموتور. فانت هتقول له yes this case is self starting because this it's naturally produce a rotating magnetic field، يعني هو بالطبيعي كده بينتج rotating magnetic field، وده بسبب that's because ان في fast difference ما بين الكرنت، كل fast difference ما بين 120 apart، the 3 fast current are 120 apart. الفاست difference دوت بيعمل لك create a sequence of magnetic field. المagnetic field دوت بعد كده بيروح يعبر الروتور ويعمل inducing للكرنت، وبعد كده الكرنت دوت بيتفاعل مع المagnetic field وينتج لك تورك، والتورك ده بعد كده هو اللي بينتج لك rotating field. يبقى كده الموتور بيتحرك سيلف ستارتنج من غير اي تدخل بشري، من غير ما احنا نحركه يعني. بعد كده بيقول لك state the condition for producing the stator magnetic field، يعني ايه الشرط ان هو ينتج magnetic field؟ هتقول له ان the 3 current are 120 out of phase must flow the stator winding spaced 120، يعني لازم يكون الفيز ما بين الكرنت كل فيزة والتانية 120. the 3 phase current are 120 out of phase، ده الشرط. بعد كده هنشوف الرسمة التانية. الرسمة التانية عندنا 2 فاز كارنت، يبقى تضرب 2 في 2 يعني عندنا 4، يبقى نحط 4 نقط. فتحط مثلا مرة اكس ومرة دوت، وقصاد الدوت هتحط اكس وقصاد الاكس هتحط دوت. انت ترسم مثلا، تاخد رسمة، تاخد دي مثلا وتعكسها، وتاخد الرسمة دي كده ترسمها وبعدين تعكسها. وده اللي عملته هنا. اول حاجة خدت اللي هو الرسم اللي على الشمال، اعتبرت ان اللي في الشمال دي دوت وبعدين اكس، بعدين رحت عكستها خليتها اكس وبعدين دوت، وقلت عشان الاكس هنا حطيتها فلازم يكون الان لما امشي ناحيه اليمين الاقي الاكس. بس معلش دي غلطه، هي دي غلطه، المفروض الان تتحط هنا والاس تتحط هنا والسهم يبقى كده، وتاخد مع الاكس توصلها مختلف البطاريه الموجب، والسالب توصلها مع الدوت. معلش هو تحت انا غلطانه فيه، بس هي الرسمات الصح يعني انت بتمشي ناحيه اليمين لازم تلاقي الاكس. انا اتلخبطت تحت بس من كتر السرعه، فالمفروض هنا لما الاكس هنا فالمفروض الان تكون هنا برضو ولسه تكون هنا وهنا برضو، فالمفروض الاكس فوق، فدي مكانها صح ودي مكانها صح، وهكذا. يعني دي فكرتها. بعد كده بيقولك ايه نوع المجال، هيكون هنا rotating magnetic field، وبيقولك the state the type of the rule هتكون right hand rule. بيقولك هل دوت self starting او ده عبارة عن self starting because it's naturally produced rotating magnetic field، يعني هو بينتج naturally كده rotating magnetic field. ده بسبب ان هو في عنده phase difference، the two current are 90 out of phase. السيكونس اللي هو الفيز دوت هتقول له بقى this phase difference create a sequence of magnetic field، فدوت بينتج لنا rotating magnetic field. rotating magnetic field دوت بعدين بيكروس الستيتور، بيكروس عند الروتور، وبعدها بيعمل cross the rotor inducing current، وبيعمل inducing الكرنت دوت بيعمل interact مع الفيلد دوت وبينتج لنا التورك، والتورك دوت هو اللي بيحرك الموتور. فنفس برضو التفسير بتاع الثري فيز، بس الفرق هنا الشرط لما يجي يقولك الكونديشن بتاع produce rotating magnetic field ان يكون 90% out of phase، ان الكرنت تو كرنت 90% out of phase. طيب سؤال سي. فده نوع المجال هنا عبارة عن pulsating، فهو نوع بنحدد المجال برضو عن طريق right hand rule، بس دوت عشان pulsating فده عبارة عن AC. فالAC هنعبر عنه ببطاريتين، مرة موجب يعني مرة البطارية تكون ناحية الموجب كده ومرة البطارية ناحية الشمال، يعني التيار ماشي كده مرة التيار ماشي الناحية التانية. فهو عشان هو واحد بس pulsating يعني واحد، فهنضرب واحد ده في 2، يعني هتحط مرة هنا مرة اكس، يعني عندنا نقطتين يعني، فيبقى هحط مرة اكس دوت، وعلى الرسمة هتبدلها تبقى تحط مرة اكس دوت وتحت برضه تعكسها تبقى فوق دوت وتحت اكس، زي ما انا عاملة كده. فرضت مثلا هنا عندي في الرسمة هنا اكس وهنا دوت، فرسمت عادي كأنها اكس ودوت،
بس الرسمه دي غلط، المفروض الان لما تمشي ناحيه اليمين تلاقي الاكس، فالمفروض ان الاس هيكون تحت، لان الاس برضه بتمشي ناحيه اليمين تلاقي الدوت، فالمجال هيكون من الان للاس يعني من فوق لتحت، ومن الخارج تحت هيكون من الاس للان، وهكذا. فنوع المجال هنا هيكون عباره عن pulsating. هيقول هو سيلف ستارتنج ولا لا؟ لا هو مش سيلف ستارتنج، بسبب ان هو ما عندهوش فاست شيفت، فتقول ان هو ما عندهوش مثلا 120 فاست شيفت او ما عندهوش 90 فاست شيفت. فبعدين بيقولك ايه الكونديشن اللي يخليه طيب ان هو روتيتنج، يعني ازاي نخلي البلسيتنج روتيتنج؟ عن طريق ان احنا نضيف كاباستور ان سيريز مع الاوكسيلري ويندنج، يعني نوصل كاباستور توالي مع الويندنج الاوكسيلري ويندنج، او ان احنا نحط الاوكسيلري ويندنج different impedance، يعني نحط بامبيدنس مختلفة القيمة. ليه؟ عشان تعمل لك فاست شيفت. ونحط كاباستور برضو مع الاوكسيلري ويندنج عشان تعمل لنا فاست شيفت. او ان احنا ممكن نعمل شادد بول، في الشادد بول دوت بيعمل لك ديلي للماجنتيك فيلد، فساعتها برضو هينفع برضو الحالة دي وهيتحول لروتيتنج. الحالة الأخيرة وهي الدي سي، النوع ده اسمه ماجنوستاتيك فيلد، بيتحدد برضو عن طريق الرايت هاند رول. بيجي يسألك بقى هل ده سيلف ستارتنج ولا لا؟ لا الدي سي موتور مش سيلف ستارتنج. طب ليه هو مش سيلف ستارتنج؟ لان هو ما عندوش فاست شيفت، ما عندوش ولا 120 فاست شيفت ولا 90 فاست شيفت. طب ايه بيقولك الكونديشن ان احنا نخليه عنده روتيتنج فيلد، ان انت تضيف عنده، يعني اول حاله ان احنا عشان نخليه روتيتنج فيلد ان هو يكون عنده فيلد ويلدنج. الفيلد ويلدنج دوت اول حاجه عشان هو ينتج ماجنتيك فيلد. طب احنا عايزين بعد كده ان هو نخليه يلف، او ان احنا عايزين نوصل ارميتشر كارنت عشان برضو ينتج لنا ماجنتيك فيلد. الكوموتيتور بقى هو اللي بيعكس لك الكارنت دوت، فساعتها الحاله دي هتكون عباره عن روتيتنج ماجنتيك فيلد. يبقى احنا انتجنا فيلد ولفيناه، يبقى ده ساعتها هيكون عباره عن سيلف ستارتنج، لان هو شرط السيلف ستارتنج ان هو ينتج روتيتنج فيلد. بعد كده بيقول لك for the types of the 3 phase induction motor. ممكن نكمل الباقي في فيديو تاني، هحط لكم لينك الداتا في الوصف.